اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. النهاردة المحاضرة الخامسة من كورس بايثون. تعالوا نراجع على اللي أخدناه المرة اللي فاتت بشكل سريع. احنا أخدنا الأوبريتورز، الجمع والضرب والقسمة والطرح والموديولس باقي القسمة والفلور ديفيجن الرقم الصحيح من القسمة، واخدنا الفرق بين الإيكوال والإيكوال إيكوال وأكبر من وأصغر من أو أكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي. وبعد كده دخلنا في ال if وال else statement اللي هي if الشرطية. طيب، واتعودنا على السنتاكس بتاعها وأخدنا مشاريع كتير جدا عليها وانت المفروض تكون حليت بإيدك وكان عندك homework. طيب تعالوا نحل الهومورك قبل ما نعمل أي حاجة ونخش نشوف ايه الجديد معانا النهاردة. كان أول homework عندي إن أنا كنت باخد ال temperature من المستخدم وأعمل check، بعمل validation، تحقق. لو ال temperature ده أصغر من صفر أقول له it's freezing، else أقول له it's a warm أو it's warm، المكان دافئ. طيب يلا بينا ناخد ال temperature. فهعمل متغير هنا هسميه temperature وهعمل هاخده أحوله لفلوت عشان هو ممكن يدخل لي رقم عشري. بعد كده جوه الفلوت هاخد الانبوت واقول له مثلا enter the temperature. طيب بعد كده بعمل ال if statement بتاعتي او ال if condition. طيب if ايه؟ if ال temperature ده اصغر من صفر واحط الكولون، منساش الكولون، واعمل الاندنتيشن. اقول له print لو هو ال temperature ده اقل من صفر اقول له ايه؟ اقول له it's freezing. جميل. طيب اطلع من الاندنتيشن يعمل باك سبيس او ان انا اعمل شيفت تاب واعمل ال else، احط الكولون وانزل اعمل الاندنتيشن واكتب في البرنت it's warm مثلا، it's warm. جميل. مشروع سهل وخفيف وظريف والدنيا حلوة. هقول له مثلا هنا ان هو -7 فيقول لي it's freezing. لو شغلت تاني وقلت له مثلا درجة الحرارة 20 فيقول لي it's warm. طيب ممكن دلوقتي حد يقول لي ما أنا ممكن إن تكون درجة الحرارة 1 أو 2 أو من 1 مثلا ل18 أو كده مش warm أوي، الجو بيكون cold، فكده البرنامج بتاعي مش شغال كويس. طيب احنا كده محتاجين إن احنا نبقى نحط شرط تاني، إن مثلا هو لو أقل من صفر أو ما بين الصفر أو أقل من صفر وأقل من 20، صح؟ أو إن أنا ممكن أحط 3 شروط. الشرط الأول إن هو يكون أقل من صفر اللي هو freezing، الدنيا تلج. تاني شرط إن أنا أقول له لو درجة الحرارة أقل من 20 فأقول له it's cold. طيب لو فوق ال20 مثلا لحد مثلا 30 أقول له it's warm، الدنيا إيه؟ دفى تمام. طيب لو فوق مثلا ال40 أو فوق ال30 فأنا أقول له it's hot. طيب دوت أنا أقدر أعمله إزاي؟ هنتعلمه النهاردة أول ما نخلص بس الهومورك، وهنشوف التحدي اللي كان عندك. انت المفروض كنت تدور على فانكشن معينة. بعد كده هنخش في ال if وال elif وال else. ده الجديد اللي هناخده النهاردة، وهناخد شوية حاجات بتعمل تلاعب في السترينج بتاعي. طيب هناخد كل دوت واحدة واحدة، بس تعالوا ايه نكمل الهومورك. طيب هنعمل كنترول ايه عشان نعمل select all ونمسح ده. الهومورك التاني كان عايز اخد اسم المستخدم وتشيك. لو عدد حروف اسمه أقل من 5 أقول له your name is short. طيب لو أكبر من 5 فأقول له your name is long. طيب أنت كان التحدي بتاعك إن أنت تلاقي function تعد عدد الحروف، صح؟ وأنت لو ما بحثتش ودورت فأنت بتضحك على نفسك، لأن أهم مهارة للمبرمج هي مهارة البحث. لازم إن هو يعرف يبحث عن المعلومة ويدور عنها.
طيب أبحث فين أو أبحث منين؟ فإحنا عندنا طريقتين. طيب الطريقة الأولى جوجل عادي، والطريقة التانية هي تشات جي بي تي. طبعا لازم نستخدم تشات جي بي تي عشان خلاص ال AI بيتطور دلوقتي، واحنا لازم نستخدم تشات جي بي تي ونتعلم ازاي نستخدمه وازاي نتكلم معاه. طيب تعالوا أول حاجة ندور في جوجل، نخش على جوجل. جميل. واجي اقول له انا دلوقتي محتاج function. جميل. in Python to length letter. جميل. طيب هخش هلاقيه بيقول لي to get the length of a string use the len function. كلمة length معناها ان هو يعد. جميل. في بايثون الفانكشن هي len، اختصار length. طيب هو عطاني الفانكشن اهي، ولو دخلت على اي موقع من دول هيعرفك ازاي تستخدمها، فانت يبقى عندك سهولة ان انت تتعلم اي حاجة. لو حاجة مثلا انت متعرفهاش وعايز تعملها فانت تخش وتبحث عنها. طيب الفانكشن هي لين، انا خلاص بحثت عنها، بس دلوقتي لو حد مش عايز يستخدم جوجل وعايزين نتعود على تشات جي بي تي، فتعالوا نخش على تشات جي بي تي. جميل. لو تراي تشات جي بي تي هيفتح لي تشات جي بي تي عندي، ومثلا هقول له ان انا محتاج function in Python to length data. طيب في تشات جي بي تي انت لازم تكون specific، لازم تكون محدد، لان انت لو قلت له محتاج function تعد الحروف، فهو هيعمل لك كود عبارة عن function، فعلا هيعمل لك الكود كامل اللي بيخليك تعمل ده. ما ان احنا عندنا في بايثون ان احنا عندنا حاجة اسمها built in function. يعني ايه built in function؟ يعني هي functions جوه اللغة ممكن نستخدمها عادي. المطورين بتوع لغة بايثون هم عملوا البيلت ان فانكشن، شبه البرنت، شبه اللين، شبه الانبوت. انا مش محتاج ان انا اعمل ده من الاول او ان انا اطور وابرمج ده من الاول. هم عاملين الحاجات دي جاهزة اسمها built in function. طيب انا مع تشات جي بي تي هقول له ايه؟ انا محتاج built in function. جميل. in Python to length مثلا data، فهو هيشتغل هنا. طيب هو دلوقتي هيقول لي the built-in function. جميل. length of data in Python is len. جميل. طيب بعد ما يديني هو عطاني دلوقتي هنا len function. جميل. طيب لو واخد بالك هنا بيقول لي ايه؟ ان انا ممكن استخدمها في الداتا types such as string, lists, tuples, dictionaries, sets and more. طيب هو بعد ما بيديك الفانكشن هيديك هنا examples على السترينج وعلى الليست وعلى التابل وعلى الديكشناري وعلى الست وعلى النستد داتا ستراكشر اللي هو الليست جوه ليست وهكذا. فهو هنا عطاني المعلومة وعطاني ان انا استخدم اللين فانكشن. طيب انا عرفت دلوقتي اللين فانكشن هي دي اللي انا هستخدمها. طيب تعالوا نرجع بقى للمشروع بتاعنا وتعالوا نعمله ايه سوا. انا كده عرفت هنا ان انا معايا فانكشن اسمها len. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل length للليترز، او ممكن نقول عشان نكون specific للداتا types. طيب تعالوا نعمل اول حاجة، احنا هناخد منه النيم. جميل. وهقول له هنا الانبوت بتاعي عشان يدخل النيم، وهقول له هنا enter your name. وهعمل الشرط بتاعي if ايه؟ if عدد الحروف بتاعة الاسم ده أقل من 5، عايزك تقول لي your name is short. طيب ازاي استخدم len؟ بكتب الفانكشن اللي اسمها len وافتح الأقواس بتاعتها. جوه الأقواس بتاعة اللن، جوه البراكتس بتاعة اللن، أنا بكتب له إيه اللي عايز أعد حروفه. أنا عايز أعد حروف إيه؟ الفاريبل اللي اسمه name. طيب دلوقتي بقى الشرط بتاعي لو عدد حروف name ماله؟
اقل من 5 ساش الكولون وانزل تحت. لو هو اقل من 5 انا عايزك تعمل لي برنت وتقول له your name is short. جميل. طيب اطلع بره الاندنتيشن واعمل else واقول له هنا. طب هو بقى لو مش اقل من 5 فانا عايز اقول له ايه؟ انا عايز اقول له your name is long. your name is long. طيب كده احنا عرفنا اللين بنستخدمها ازاي. بنكتب لين جميل ونحط الحاجة اللي عايزين نعد حروفها او نعد اللي جواها جوه البراكتس جوه الاقواس واكمل الشرط بتاعي عادي. طيب انا ممكن في طريقة تانية استخدمها غير دي. في ان انا ممكن هنا مثلا اعمل متغير اسمه يكون اسمه name لين مثلا. جميل. واقول له انت جواك ايه؟ اقول له انت جواك اللين بتاع النيم. حلو. فانا دلوقتي عملت متغير اسمه نيملين عدد الحروف او طول الحروف. جميل. او طول الاسم. جواه ايه؟ جواه اللين بتاع النيم طول النيم. طيب هنا دي انا كده مش محتاجها. انا بس هستخدم النيم لين. جميل. الطريقة دي او الطريقة دي اللي يريحك. بس انت لو هتستخدم اللين بتاع النيم او طول الحروف دي اكتر من مرة فيستحسن ان انت تعمله في variable عشان مش كل مرة تفضل تعمل الفانكشن لين نيم لين نيم لين نيم. فانت الصح ان انت تعمل variable وتحط فيه القيمة اللي انت هتستخدمها كتير وتعمل كده. في الحالة اللي احنا فيها هنستخدمها مرة واحدة بس انا لازم اقولك كل الطرق. طيب تعالوا نشغل. هيقول لي مثلا enter your name فهقول له مثلا هنا مثلا نقول له جو فيقول لي your name is long. انا غلطت هنا وعملت ان هي تكون اكبر من. تعالوا نخلوها اصغر من. جميل. ونمسح ده. نشغل تاني. فهقول له جو فهيقول لي your name is short. طيب نشغل تاني واكتب له بقى يوسف فهيقول لي your name is long. طيب كده احنا اتعلمنا لن واتعلمنا ازاي نبحث عن المعلومة في جوجل او شات جي بي تي. طيب عندنا في حاجة عايزين نتعلمها. التلاعب بالنصوص او ان احنا ازاي نخلي النص lower اللي هو small او upper اللي هو capital او capitalize ان هو يكون اول حرف capital والباقي small. طيب الحاجات دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا ان انا لو عايز اخد من المستخدم كلمة معينة هو هيدخلها فأنا معرفش هو هيدخلها تكون عاملة ازاي. ممكن يكون مثلا هنا مدخل لي النيم بتاعه ممكن يكون مدخله لي كده. فأنا دلوقتي لو أنا بعمل شرط معين وأنا عايز مثلا أتشيك على الاسم ده لو الاسم ده كذا. طيب ما هو أصلا مدخله لي كده فأكيد أنا مش هكون متوقع هو ممكن يكتبه ازاي. فأنا عندي حاجة تخليني إن أنا أخلي الكلمة اللي هو بيكتبها تكون يا سمول كلها يا كلها كابيتال يا تكون أول حرف منها مثلا كابيتال. طيب أقدر أعمل ده إزاي؟ أقدر أعمل ده إن أنا دلوقتي تعالوا نمسح كل ده عشان أوضح لكم. دلوقتي أنا بقول له هنا إيه enter your name. جميل. فأنا مثلا هنا عايز أعمل print للنيم بتاعه عشان أكون موضح لكم. وتعالوا نشغل عشان نشوف أنا قصدي إيه. فهو بيقول لي enter your name فأنا قلت له يوسف. اخليها كلها كابيتال. لما اجي اعمل انتر فهو هيعمل برنت للنيم فهيطبعه لي كله كابيتال. طيب دلوقتي انا عايز الاسم ايا يكن هو هيكتب كابيتال هيكتب سمول هيكتب كلمة وكلمة. انا عايزه كله يكون سمول. فانا هعمل هنا دوت بعد كده اكتب له lower. lower اختصار ل lower case واعمل الاقواس بتاعة الفانكشن مش بيتكتب جواها اي حاجة. دي اول ميثود او اول فانكشن للتلاعب بالنصوص ان انا اخليها كلها دوت لور. كل اللي هيجي منه او كل اللي هيكتبه من الانبوت كله هيجي لي لور. جميل. تعالوا نشغل تاني. وقال لي enter your name اكتبه له برضو كله كابيتال. لما يجي يطبع هيطبعها كلها سمول. طيب تعالوا نعمل العكس. انا دلوقتي
انا دلوقتي عايز اكتب الاسم كله سمول وهو يدهوني كابيتال. بدل لور دي هعمل دوت. انا دايما بعمل الدوت وكده بعد القوس، فهعمل دوت وهعمل upper، اختصار لأبر كيس ان كل الحروف كابيتال. طيب واجي اشغل، فهقول له مثلا هنا جو كلها سمول. اول ما اعمل انتر فهيقول لي جو كلها كابيتال. طيب كويس جدا. كل الحاجات دي هنستخدمها بعد كده كتير جدا، وهنستخدمها بالذات في اف الشرطية، عشان لو عايزين نتحقق من كلمة معينة ممكن يكون هو كاتبها كلها سمول وانا محتاجها حاطط في الشرط الكلمة كابيتال، او ان انا دلوقتي محتاج الكلمة سمول هو كاتبها كابيتال، فعشان ما يكونش عندي ايرور في البرنامج بتاعي. طيب آخر حاجة هتكون اسمها دوت كابيتالايز. كابيتالايز دي بتعمل إيه؟ بتخلي أول حرف بس كابيتال والباقي سمول. طيب تعالوا نشغل، وهاجي أكتب مثلا هنا أول حرف سمول، بعد كده أكتب له تاني حرف كابيتال. جميل. بعد كده كابيتال، بعد كده كابيتال، بعد كده سمول. طيب أول ما أدوس انتر ويجي يطبع لي النيم هيعمل إيه؟ هيخش على النيم هيلاقي إن هي مكتوبة كده، بس هيلاقي هنا ان انا بتلاعب بالنصوص وعامل دوت كابيتالايز. طيب دوت كابيتالايز دي بتعمل ايه؟ بيخلي لي اول حرف بس كابيتال والباقي كله سمول. طيب دوس انتر فلاقيه هنا كاتب لي اول حرف كابيتال والباقي كله سمول. كده احنا اللي اخدناهم، اخدنا الكابيتالايز، جميل، واخدنا اللور، جميل، واخدنا الابر. كويس جدا. احفظوهم واكتبوهم عندكم، وعشان هنستخدمهم كتير. طيب انتوا فاكرين احنا كنا بنيجي نطبع ازاي؟ كنا دلوقتي لو عندنا متغير مثلا اسمه اكس، جواه النيم بتاعي، فهقول مثلا يوسف، وعندي متغير تاني اسمه واي، وعندي مثلا السن. طيب انا لو عايز اجي اعمل print واحدة أقول فيها my name is يوسف، فبعمل سبيس، بعد كده أروح أعمل البلس، بعد كده هحط الإكس. طيب أنا عايز أحط السن برضو جنبي، أو إن أنا عايز دلوقتي هعمل print كمان، وأجي هقول هنا my age is، وهعمل سبيس وهعمل البلس وهحط الواي. طبعا أول واحدة فيها ما عنديش مشكلة، انتوا عارفين عشان string والإكس string. طيب تاني واحدة هي اللي عندي فيها مشكلة. my age is دي string والواي هنا int، ده رقم. طيب أنا لو جيت عملت run فهيجيب لي هنا إيه type error. إحنا قلنا إن ما ينفعش ال str مع int، لكن str to str. طيب إحنا هناخد حاجة جديدة النهاردة هتسهل علينا كل ده، وتقريبا مش هتحول تاني غير في حاجات معينة بس في الانبوت. إيه الحاجة دي؟ عندنا حاجة اسمها الفورمات، اختصارها F. طيب الفورمات دي بتعمل ايه؟ بتعمل تنسيق لكل اللي مكتوب ايا يكن string مع int مع boolean مع ايا يكن. F فورمات دي بتعمل تنسيق للنص كله ايا يكن اللي مكتوب. طيب بعمل ازاي F او الفورمات دي؟ بعمل البرنت بتاعي عادي جدا وافتح الاقواس. اول ما افتح الاقواس بحط حرف F، بعد حرف الاف بعمل الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن على حسب اللي انا عايزه، حتى هتلاقي هنا بقت باللون الازرق. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بكتب اللي انا عايزه كله جوه الدبل كوتيشن. انا مش مضطر او انا مش محتاج ان انا اطلع بره الدبل كوتيشن واعمل بلس واكتب مثلا string تاني او احط variable. لا، انا بعمل الاف string، بعمل الاف فورمات، وافتح الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن واكتب كل اللي انا عايزه. طيب حد هيقول لي دلوقتي هو مش لو كتبت دلوقتي متغير هو مش هيفهم ان ده string؟ هقول لك ازاي نحط المتغير عشان يفهم ان هو متغير. طيب دلوقتي انا هنا لو كتبت my age is، طبعا موضوع السبيس زي ما هو، انا لو مسبتش سبيس وكتبت المتغير فهيطلع لي ان هو الاتنين لازقين في بعض، فانا هعمل سبيس. طيب ازاي اكتب متغير ويفهم ان هو متغير؟ بعمل الكيرلي براكتس. كيرلي براكتس دي بدوس على الشيفت، بدوس على حرف الجيم في الكيبورد. جميل. طيب جوه الكيرلي براكتس بكتب ايه؟
باكتب المتغير بتاعي بس كده. اقدر ان انا كمان اعمل اي حاجة جوه. انا ممكن هنا اعمل كمان سبيس واجي اكتب my name is واخد سبيس وافتح ال curly brackets واحط مثلا الاكس. حلو، انا مش مضطر اطلع بره واعمل بلس والكلام ده كله. الاف فورمات بتعمل كل حاجة. طيب المفروض ان هو هنا كان هيطلع لي error عشان ما ينفعش اخلي string مع int. طيب هنا تيجي نشوف. تعالوا بس نعمل لدول comment عشان ما يطلعليش error. هيطلع لي error من هنا عشان ما اقفليش البرنامج. فهاجي اشغل فهيقول لي my age is 18 my name is يوسف. ما عندوش اي مشكلة. طبعا هيجي حد يقول لي امال كنت خانقنا ليه بالبلس ومش عارف ايه. انت لازم تكون عارف كل الادوات اللي موجودة في بايثون ولازم اعلمك كل حاجة فيها. انت تقريبا مش هتستخدم البلس تاني بعد الاف، بس لازم تكون عارفها عشان انا جاي اديك حقك وجاي اعرفك كل حاجة في اللغة. طيب تعالوا نعملها مرة كمان، او تعالوا نعمل حاجة كمان بالانبوت مثلا. فهاجي اخد مثلا هنا النيم. جميل. وهقول له هنا الانبوت. اقول لي مثلا هنا enter your name. بعد كده هاخد مثلا الايج وهحوله كمان int عشان مش هعمل عملية حسابية ولا حاجة. انا بس عشان اعرفك ان هو هيشتغل ما عندوش اي مشكلة. هقول له هنا enter your age. طيب وهاجي اعمل البرنت بتاعي وهنخليهم كلهم سوا. اول حاجة بعد الاقواس انا بحط ال F بتكون small. بعد كده اعمل الدبل او السنجل كوتيشن. بعد كده اكتب اللي انا عايزه. طب انا عايز اطبع الاسم فاقول له مثلا هنا your name is واعمل السبيس بتاعتي وافتح الكيرلي براكتس واحط الفاريبل اللي اسمه name واطلع من الكيرلي براكتس واخد سبيس واقول له هنا your age is واعمل السبيس واعمل كمان هنا الكيرلي براكتس واكتب له الايدج واطلع من الكيرلي براكتس واقول له years old. اتمنى محدش يدعي عليا عشان ايه، عشان كنت مصعب الدنيا عليكم شويه. دي الطريقه اللي كله بيستخدمها، كل المبرمجين بتستخدمها في لغه بايثون، ودي اجمل طريقه نستخدمها اصلا. اقدر ان انا اشغل فهيقول لي النيم فاقول له مثلا علي و enter your age فهقول له هنا 25 فيقول لي your name is علي your age is 25 years old. طيب تعالوا ندخل كمان ال capitalize مثلا. فهقول له هنا ال capitalize وما انساش الأقواس. لو جينا شغلنا فهيقول لي النيم. أنا هكتب النيم مثلا هكتب منى وكلها small وادوس enter واكتب السن. فهيجيب لي هنا منى أول حرف الام هيكون كابيتالايز. جميل. طيب أنا لحد هنا أكون خلصت المحاضرة بتاعتي. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.